طبعا هذا مبنى تلفزيون الوطن، اكيد مو غريب عليك يعني. لا. قدمتي عمل جميل جدا أكيد. مع تلفزيون الوطن في فتره سابقه. لا على طاري العمل، شلون لقيتي اصداء قتالة الشجعان؟ والله يعني كان قتالة الشجعان. ويلك ها العمل بالعكس حلو يعني انا شجاع زين. لا هي قتالة الشجعان، ما تقاتل الا الشجعان، منافسه فقط للشجعان. نعم. فالعمل كان حلو ممتع الحقيقه، وانبسطنا فيه وايد، وبعدين الاصداء كانت حلوه والناس كانت مبسوطه فيه. ويعني الاجمل في العمل هذا كلنا جمع هذه النخبه الكبيره من النجوم في الكويت الحمد لله. ويعني استرجعوا في مدينه الرياح. يعني مثلا خالد العبيد كان مقل باعماله، نادر ما يشتغل خالد، فحاولت اني اقنعته ورجعنا انا والعقل والنبهان عبد العزيز الحداد وضيوف كانوا معاي من برا. كانت مجموعه حلوه. جميل. على فكره اعزائي المشاهدين، ترى احنا داشين حق تو الليل، وهو بالفعل تو الليل. يعني ان شاء الله بتشوفونا مع الاستاذ محمد المنصور والاخت ناديه الصديق باذن الله من خلال هالحلقه. فايش رايك نتوكل؟ بس انت خلص مواضيع قبل لا نطلع على والله انا سالت اخر سؤال قبل لا ادش على الهواء على طول، فقلتها عشان نترك لهم مجالهم بعد يسالون. يلا احنا داشين على الهواء. على فكره انا وياها مع بعض راح ندش، ما راح وراح نختم في ضيافتهم في تو الليل. بس بعد في 30 ثانيه. 30 ثانيه يلا ننطر 30 ثانيه ونكون مع تو الليل. واحد يدش على الهواء يصير بس. رول. يلا يا جماعة داشين هوا، توكل على الله. ايش لك بالعبالة؟ ايش لك بالمشي والتعب؟ واغرابك تطيح وانت شايلهم؟ الله يلفش لها وتطيح مرة ثانية. الكل ضحك عليك، رحت فيها. الحل عندي وانا ابو هندي، على طول ارفع تليفونك سو على طول طلب اراضك ابي لحم ابي على طول قبل امسك تليفون وهو عند الباب، بطل الباب يفتح راضي ودفعت له كاش او كينت او باي طريقه ابيها او عن طريق الانترنت. شو اللي عليك تسوي؟ 8 2 10 10 توصيلي سهل عليك. ما حد جاب المشاكل بيت المرهي الا انت، وما حد دخلني السجن الا انت. لكن من اليوم ورايح ارد فلاح المرهي لك شرف. هذا مجنون مو صاحي. بدت المصايب تقدر اجركم كلكم وجر الترك. العضب يوميا 2 ظهرا بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن.
جمعتنا اليوم غير شكل. بصراحة أنا سعيدة اليوم لأن بركات وهو قاعد يصور مع الأخت هدى حسين برنامجه في ضيافتهم، خلص البرنامج ووصل هدى لعندنا فقعدناهم الاثنين. اهلا وسهلا فيكم. انتم ضيافتنا حياكم الله. هلا هلا محمد، اهلين ابو عبد الله، يعطيكم العافيه. هلا ناديه حبيبنا وصديقنا. بعد ما نقدر احنا الحين نجاريك يا بركات. العين ما تعلى الحاجب طال عمرك حبيبي. واذا حضر الماء بطل التيمم. ولو حبيبي. يعني اولا انا سعيد جدا اني موجود في هالبرنامج الرائع تو الليل مع استاذي واخوي العود الاستاذ محمد منصور واختي والزميله العزيزه ناديه صقر، وبحضور ابو ناصر اليوم. يعني شرفتني في قبل في ضيافتهم وشرفتني اليوم في وجودك معهم في تو الليل. بس انا بسال سؤال اليوم في ضيافتهم، شنو كان شغله يعني ما نبي نحرق حلقتك، ولكن شنو الشيء اللي بتشوق الناس انهم يتابعون حلقه الفنانه هدى حسين؟ البطه هي اللي راح تشوق في الحلقه كلها. ايه هدى حسين طبخت لنا بطه طبخت لنا. انت طبخت لهم بطه. اخاف طالبتها من المطعم. بطه اكلك منين يا بطه؟ حلو حشا. بس هو يعني احرجني بالبرنامج. انا قايلتها بط بلدي. اي لا تقول له انه يعني ما تعرف تطبخ، ما تعرف لو وصلت هالعمر ما تعرف تطبخ وانا ما ااعرف اطبخ. فقلت له لا يا مسوي لك بطه، وقال انا جوعان واذوني طبعا من الظهر للحين. قلت له الحين اذا بدش انا عند محمد وناديه. قال معاك احنا. قلت له بذمتك شلون يعني؟ انت برنامج في ضيافتكم وانا داشه عندهم تو الليل. قال لي انا بعد معاك. تفاجأت انا على بالي بس يعني عند الباب. لا بس وناسه خوش مفاجاه. يلا بالعكس جميله. انتم ايش رايكم؟ انا خليني اسال ابو عبد الله واسال ناديه، ايش رايكم لما الواحد مثلا يوصل لكم ضيفه حلوه ورقيقه ومثقفه زفتها لنا؟ شفت شلون وصلتها لعندكم؟ واللي من مميزات هذا البرنامج والله البطه جابت نتيجه. طبعا شفتي البطه جابت نتيجه. سكت لا اقول اشياء اخرى ترى. عفوا بركات. يعني بقول حق هدى شيء ان معده الرجل مفتاح القلب يعني. حتى بيقولون لا. اكيد هالمقوله ولا؟ والله شوف وين وصلت. شكلها البطه وصلني القمه حلوه وجميله ومثقفه وكل شيء. انا ما اولا هذا الحكي ما اصدق بطه. انا ما اعرف هدى حسين، اختي هدى حسين اعرفها مو بطه. هدى حدها بيض وطماط وخلاص. ما اعتقد بطه. تسالوني عنها. لا مالي بطه. كذا غنى فريد الأطرش يا ابو بطه جنان بطتك. انا ودي بس اوضح شغله. هو برنامج في ضيافتهم من البرامج اللي دامت لفتره طويله جدا، والحمد لله ان شخصيات كثيره ومن ضمنهم استاذ عبد اللطيف البناي حبيبنا ابو ناصر يا رب هدى حسين، والقادم ان شاء الله استاذ محمد المنصور ان شاء الله. ان شاء الله انا في حلقات قادمه باذن الله ساكون. ترى تلعب سكواش عدل يقولون وبتحداك توعدني تتحداني سكواش. نلعب سكواش تغلبني. عندي كؤوس انا. لا خليك. فالحمد لله هذا البرنامج هو يخوض حياة هذا الإنسان اجتماعيا وفي مجال تخصصه. احنا نتابعك يعني. الحمد لله من فضل الله. يعني السادة المشاهدين أيضا يعرفون البرنامج ما هو غريب عليهم. توصيلتي لهدى اليوم هو تكريما لها لقبول هذه الحلقة على شاشة الوطن. ومن ضمن الاشياء اللي تسويها في حياتك اني ارافقك وين ما تكون. فقالت تو الليل قلت بس عند اخوي العود والاخت العزيزه ناديه. يعني انت موجود ابو ناصر انهيت في ضيافتهم. ها في تو بريح في تو الليل. حياك تو الليل. الله يسلمك. كنت معاها في تو النهار. عاد الحنتيات في تو الليل. بالضبط. هذا تقدر تقولها بالضبط. الحين طبعا احنا بما ان بركات ويانا يعني، وبركات تعودنا عليك ان يعني دائما تستقبل ضيوفك بضحكه وابتسامه وتمتص منهم احيانا الكثير وتعطيهم احيانا، تنزل وياهم وتصعد وياهم. فاحنا ودنا لا وبعد هو عامل لقاء مع ابو ناصر ومع هدى، فودنا تشاركنا الحوار. يعني احنا بما ان ابو ناصر موجود اشتغلت وايد مع هدى اشتغلت معاك، فانتم ثنائي الى اي درجه نجحتوا مع بعض؟ والله انا اعتقد في كل الاعمال اللي عملناها يعني لقت قبول من الجمهور، ما فيهم مسرحيه ليلى والذيب والبنات والساحر، كذلك اغاني الاطفال اللي عملناها للاخت هدى. اول شيء يعني هدى فنانه شامله ما شاء الله يعني. ما شاء الله. يعني من انجح ما قدمت للطفل، او اعتقد هي الوحيده اللي عندنا بالكويت قدمت يعني عنصر نسائي. هي الوحيده اللي يعني اجتازت حدود الممتاز في مسرحياتها في اغانيها، سواء معاي او مو معاي. هدى شخصيه محبوبه للاطفال كلهم، لحد الان احفادي يسالوني يسمونها قتاله شجعانه الحين لان توه قتاله الشجعان. ماكو مثلها ماكو مثلها. مبروك صدق على الجائزه، جائزه الابداع الله يبارك اللي اخذتيها في القاهره. الله يبارك فيك ابو عبد الله. الله يخليك يا حبيبي. والله هذه الجائزه مو بس لي انا، هذه لنا كلنا وباسم الكويت.
وأنا يعني خلال المسيرة الفنية هذه الطويلة يمكن أكون جزء من العمالقة، أنت منهم يا أبو عبد الله والفنانين، وأنا استلمت على ايدينكم وعلى اخلاقياتكم والتزامكم. فهذه الجائزه انا اوكي صح هي نجاح لي وشيء جميل، بس انا اعتقد هذه باسمنا احنا الفنانين الكويتيين كله، وبالاول والاخير باسم الكويت. بارك الله. فانا اسعدت فيها وايد. هذه الجائزه الثانيه اللي تاخذينها في نفس العمل صحيح؟ ايه اخذنا الفضيه وهذه الجائزه الذهبيه بس لاحسن ممثله. الف مبروك. انا ودي ارجع بركات، يعني سنين يرجع، لان بركات اصلا الحين صغير بعد مشكورة والله. زين بركات ارجع بك تذكر مسرحية الفنانة هدى مع طبعا الفنان القدير أبو ناصر ليلى والذيب. حضرت المسرحية وانت صغير والله ما شاء الله هدى مبدعة في أغلب أعمالها القديمة وما زالت تبدع للأمانة. يعني كونك تحصر ذاكرتك لهدى خصوصا في أعمال الطفل في عمل أو عملين صعب جدا للأمانة، لكن كلنا عارفة. اليوم سألتها سؤال وكانت دمعتها شوي وتنزل. انت كنت تفتشي؟ لا مو القصد والله ابو عبد الله، انا استذكر معاهم الايام الجميله بيني وبينك. ايش رايك تي عندي يعني نسوي تفتشيني؟ لا ما تفتشيني. ها صيده ها. عرفت؟ صعب اذكر ليلى والذيب الجميله، اذكر لها السندباد البحري بعد اقدم. هذه عاد بيبي كلش اقدم من هذه، كانت من حبابه كذلك. اي انا قلت لها على فكره، قلت لها انا في حبابه لا انه يعني حسن حظي وانه يعني وانا طفله صغيره انجمع في هؤلاء النجوم، مريم الغضبان، محمد المنصور، منصور المنصور، ابراهيم الحربي، حياة الفهد، هيفاء عادل. يعني تخيل هالنجوم هذه كلها كانت معي في العمل وانا كنت طفله صغيره معهم، اسال الله يعطيهم الصحه والعافيه. فكانت فرصه حلوه لي ها. فيعني انحسد عليها. وبعدين حتى مو بس المسلسلات، حتى الاغاني انا من حسن حظي اني غنيت مع كبار نجوم الكويت، عبد الكريم عبد القادر، عبد الله رويشد، نبيل الشعيل، نوال، وكان الاستاذ عبد اللطيف البناي. يعني اغلب الاغاني اللي هو كان كاتب لي. طبعا محمد لي ذكريات معاه في الفوازير. هدى انا بيش تغني لنا بعد شويه، بس انا ودي اسال بدام احنا قاعدين نتكلم عن مسرحيه الاطفال، عندك ابو ناصر مسرحيه مع الاخ داود حسين. اي نعم، مسرحيه كتبت قبل عامين واجيز النص باسم دعبوس يعني اسم لشخصيه داود حسين بالمسرحيه. مو دعبس دعبوس. هذا الحقيقه هو اللي قال لي ودي اسوي مسرحيه في شخصيتها تكون دعبوس، فعملت المسرحيه والحمد لله اجيز النص، واعتقد سمعت انه سيعرض في الايام القادمه ان شاء الله. مو انت بتدعبسونها؟ ندعبسها في يوم الدعبسه ان شاء الله. عيد الاضحى ممكن؟ عيد الأضحى لا ما اعتقد، ما اعتقد، بس ان شاء الله سمعت انه حيعرض. اي طبعا هالشغلات حق عبد الله. ايش رايكم نسمع الحين هدى تغني لنا شيء؟ مع ابو عبد الله. ايش رايك تدعبس؟ بتدعبس الحين. يلا تذكرين؟ واحنا ندعبس. لي ذكريات حلوه مع ابو عبد الله في فوازير، كانت اخراج المرحوم اخوه عبد العزيز المنصور. الله يرحمه. والله يعني غنينا 30 اغنيه، لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار. كل وقت. فكر يوم حلقتنا اللي بالبر صورناها انا وياه. صورنا هاي بالبر. ذبان حالتنا حال ولابسين ولبسوا عقل وقطر ونركض. بس مقدمه وايد حلوه كنا تذكرين. وايد حلوه. الله يرحمه كان فايق عبد الجليل كاتبها. انا مستمتع والله. ستوب قف هوب. اي حلوه كانت. طيب انا قبل لا تكملون حواركم بقطعكم قطعه بسيطه. انا كذي كملت حلقه كامله، ودي اودع المشاهدين لبرنامجي واكمل معاكم في تو الليل، بس ودي اقول حق المشاهدين مشاهدين في ضيافتهم الاعزاء، يعني حلو خذنا هدى من مكان لمكان من البيت الى الجامعه. على فكره رحنا وياها الجامعه، راح تكون ان شاء الله حلقه ترضيكم. شكرا لهدى حسين على الضيافه الجميله، شكرا لابو عبد الله، شكرا لناديه، شكرا لعبد اللطيف البناي اللي ويانا، شكرا لكم لمتابعتكم لحلقه برنامج في ضيافتهم. هالحلقه تو الليل ما انتهى، بس ودعنا في ضيافتهم في تو الليل. شكرا لمتابعتكم.